ولو قدامي 100 حاجز ومليون سور هعدي، ولو في نار مرمية في طريقي هدوس وامشي، مفيش حاجة هتمنعني. انا الحلم اللي جوايا ده عمره ما مات، عشان انا عمري ما بسيب نفسي من احباط، ومتفائل وعندي امل قوي بكره، ومهما حصل بقول عادي وايه يعني. اتعدل مسيرها في يوم هتضحكلي وهتشبه على شكلي، تقولي تعالى دورك جه، وزي ما قلت صبرت ونلت، وبستقدم وهتقدم ومش راجع، وهفضل برضه متواضع، ومهما وصلت ولا عليت، ومهما بقيت هعيشها بسيط. هذا التكريم شهادة شكر وتقدير من مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب إلى منصة MK متعة التعليم أينما كنت. تحية كبيرة للأستاذ محمد كمال. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج في بيتنا مدرسة. قبل الفاصل كان معانا طبعا اثنين موهوبين جدا، كان معايا عبد الله في مجال الشعر، وكان معايا كمان محمد مجدي النشرتاوي، طبعا ده كان في موهبة الرسم. وزي ما قلت لكم انا خلاص اطلقت عليه بيكاسو العرب، ده اللقب بتاعي ليه، لانه هو طبعا بسم الله ما شاء الله عليه فنان يعني من الدرجة الاولى، وهو لسه داخل اولى ثانوي. بعد دلوقتي او هنتكلم دلوقتي حالا، ومعانا موهبتين مهمين جدا. طبعا الغناء ده حاجة جميلة قوي. لو انت زعلان بتغني، لو انت فرحان بتغني، لو انت في اي حالة من الحالات اللي انت موجود فيها او اللي انت بتحس بيها برضو بتغني. عشان كده احنا معانا النهاردة صفاء وشادي، وطبعا هما من الناس اللي بيحبوا الغنى جدا، وبيحبوا قوي ان هما يشاركوا في حفلات، وان هما يطلعوا كل الاحاسيس وكل الطاقات اللي عندهم. اهلا بيك يا صفاء. اهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عرفينا بنفسك كده وموهبتك ايه كمان. انا صفاء شريف الجوهري، موهبتي الغنى. بتحبي تغني؟ جدا. فعلا؟ تمام. وطبعا معانا الطفل الجميل جدا، طبعا هو يعني عايز اقول لكم بيحب الغناء جدا، وهو كمان خلي بالكم متميز في بعض الانشطه التانية هنتكلم عنها دلوقتي، وهنتعمق جواه ونعرف كل حاجه عنه. طبعا ازيك يا شادي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. تحب الغنى؟ قوي جدا. حاجات كمان ولا بس الغنى بس؟ الغنى والعزف والرسم. حاجات كتير طبعا، مش انا قلت لكم ان هو طبعا هنتعمق جوه شادي النهارده وهنعرف حاجات كتير قوي. بس طبعا خلوني قبل ما اتكلم مع صفاء وشادي ونعرف الموهبه بتاعتهم، خليني ارجع طبعا للاستاذ محمد كمال ونساله. الاستاذ محمد، في طبعا صعوبات بتقابل النشاط المدرسي وبتقابل تطبيق النشاط المدرسي، زي مثلا ممكن اولياء الامور. هل ممكن اولياء الامور يبقى ليهم نظره مختلفه للنشاط المدرسي غير المقررات الدراسيه؟ اكيد طبعا، بس دي نسبة قليلة من اولياء الامور. هم بيعتقدوا ان النشاط المدرسي النشاط دوت بيقدر اللي هو يضيع الوقت للطالب. جميل. لكن طبعا ده بالعكس، النشاط المدرسي يعتبر هو مكمل للمنهج الدراسي اللي موجود للطالب. مثلا احنا موجود عندنا حاجة زي اللغة العربية. اللغة العربية تقدر صفاء اللي هي تستخدمها بكل سهولة. جميل. في الأدب نقدر اللي احنا نقول في الشعر، القصائد تحويل بتاعتها القصائد طبعا الشعريه الغناء. أكيد طبعا. جميل. فبالتالي احنا عندنا أصبحت إن الأنشطة المدرسية هي مكملة للمناهج، زي ما اتكلمنا برضو في محمد اللي هي كانت الموهبة بتاعت الرسم. محمد الفقرة الأولانية طبعا. تمام. يقدر يستخدم موهبته ديت موجودة عندنا في الرسومات العلمية اللي بتبقى موجودة في المواد، زي مثلا الجغرافيا، زي التاريخ، زي مثلا ممكن التاريخ، الكيمياء، الفيزياء، الحاجات دي كلها، كل المواد طبعا. دي. أكيد. تمام. طيب نظرة أولياء الأمور، يعني هل فعلا بعض أولياء الأمور
شايفين ان دي حاجه ملهاش لازمه، ان هي بتضيع وقتهم، ان كده لا انت لما بترسم بتضيع وقتك، لا تذاكر ماده احسن علشان تدخل كليه افضل؟ ولا يعني النسبه الكبيره بيفكروا بالطريقه دي ولا نسبه قليله؟ لا، هي النسبة الأقل طبعا، تمام. لكن النسبة الكبيرة هي دلوقتي خلاص بين عقليات متفتحة، فبالتالي احنا عارفين ان النشاط اللي موجود عندنا هو بيفرغ الطاقة اللي موجودة داخل الطالب. جميل. يعني يقدر الطالب ان هو يطلع الطاقه بتاعته ويفرغ الكبت بتاعه، لو هو مثلا زعلان ممكن يغني، لو مبسوط يغني، بيحب يرسم مثلا، مر بموقف معين ممكن يرسم. أكيد صح طبعا. الكلام ده؟ تمام. طيب احنا هنرجع لصفاء طبعا ونشوف الموهبه بتاعتها الجميله. انت مجهزه لنا حاجه النهارده؟ أكيد. بس استني، قبل ما هنسال صفاء ونخليها تغني، عايز اسالها سؤال مهم جدا. قبل ما تغني، هل الغناء بيأثر على مذاكرتك وبيأثر على مدى تقدمك في المدرسه ولا لا؟ لا، بدليل اني السنة اللي فاتت كنا في تالتة اعدادي. انا مدرستي الاولانية كانت لحد اعدادي بس. لما كان عندنا حفلات وبروفات كتير قوي، لان احنا اخر دفعة يعتبر في المدرسة، فالمفروض ان هم كانوا عايزين ياخدوا منا اي حاجة تبقى المدرسة يعني. جميل. وبرضه في الاخر في النتيجة طلعت من 10 الاوائل في المدرسة، بسم فده الله ما ما شاء الله. فرقش حاجة. يعني دي طبعا طلعت من 10 الاوائل، معنى الكلام ده ان الغناء والحفلات ما اثرتش على؟ لا خالص، بالعكس يعني. طب هنا بقى اساس كمان ممكن هم يوجهوا رساله، يعني صفاء ممكن توجه رساله لزملائها ان النشاط المدرسي هو يا ريت يوجهوا رسالة لأولياء الأمور مش لزملائها. فعلا لاولياء الامور. تمام. أولياء الأمور اللي بيعارضوا ان الطالب يقدر اللي هو يمارس هوايته بجانب المقررات الدراسيه بتاعته. طبعا. جميل. طيب صفاء بقى، انت هتسمعينا ايه بقى اول حاجه؟ هسمعك الايام بتاعت وردة. الايام. يلا نسمع بقى. عايزك تطلعي كل الطاقه بتاعتك، وعايزك بقى ايه يعني، طبعا فنانه ورده فنانه عظيمه جدا وقدمت حاجات كتير قوي قوي حلوه قوي، فعايزك بقى تطلعي كل الطاقه بتاعتك وتبصي بقى للكاميرا بتاعتك كده وابدأي. يلا بينا. لو الأيام بتتكلم كانت قالت عملنا ايه، وكان الحب قد ايه، وراح ازاي وكنا ازاي، ودلوقتي بقينا ايه. شوفوا بيقول علينا ايه، ده في ليلة قبلوا كلموا وسألوا عن اسمي، سألوا عن حبي، سألوا قال معرفوش ما قبلتوش ما عشرتوش، قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا وايامنا سوا. قالكوا ايه قال ايه، ما تستغربوش هو في حد النهارده بيفتكر. الله يا صفاء، برافو عليكي. حاجه جميله قوي على فكره، اغنيه قويه مش اغنيه ضعيفه، يعني انك تختاري للفنانه العظيمه ورده اغنيه قويه زي دي جميله جدا جدا. ونجري بسرعه بقى ونشوف شادي مجهز لنا ايه النهارده. وخلي بالك انا هتكلم عن حاجات كتير قوي، بس عايز اقول لك على معلومه. تقدر ان انت يعني توفق بين مذاكرتك وبين كل المواهب الجميله اللي انت بتتكلم عنها، يعني انت بتحب الرسم وبتحب الغناء وبتحب العزف، كمان بتعزف. تقدر ان انت توفق بين المواهب بتاعتك وبين المقررات الدراسيه بتاعتك؟ لان طبعا بجانب المذاكره لازم ان انا اخد نشاط منهم اذاكره. جميل. لكن الاولويه التامه بتبقى للمذاكره على المواد المقرره عليا في المدرسه، لان دي برضو في الاخر هتاثر عليا في المستقبل لما اجي ان انا اطلع ابقى يعني نجم كبير او كده، برضو دي هتاثر عليا في المستقبل. طبعا احنا معانا صور لشادي طبعا وهو بيلتقي ببعض الفنانين طبعا وبيشارك في الحفلات طبعا. دي صورة جميلة جدا جدا. احكي لنا بقى عن الصورة دي، كانت امتى وفين وعملت فيها ايه؟ الصورة دي كنت داخل رايح مسرح اتفرج على مسرحية،
ومرة واحدة لقيت الفنان الكبير طبعا أحمد ماهر، تمام. لقيته، فطبعا أنا معجب كبير بيه، لأن أنا كنت بتفرج برضه بتحب على الفنان أفلام. احمد ماهر طبعا. كنت بتفرج على أفلامه بس مش قوي يعني. تمام. فأنا شفته فبقول لماما يا ماما هو ده فنان، هو أنا ممكن أتصور معاه؟ فأنا اتصورت معاه وكان يعني حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي. طب قول لي الصورة دي بقى، انت كنت بتمثل ولا كنت فين؟ أنا ده كنت في كاستنج اه، عشان كنت رايح برنامج للمواهب. برنامج للمواهب. مم. تمام. فكان ده أول حاجة ليا في الفن. فعلا طلعت في برنامج مواهب فعلا. تمام. طيب هتسمعنا ايه بقى دلوقتي؟ إن شاء الله أسمعك موال حلو كده. موال. اه طب على فكرة يا الموال من ده هواه. بيبقى حاجة قوية جدا، لازم يبقى تطلع صوتك بقى فيها كده وتطلع كل الطاقات بتاعتك. إن شاء الله. يلا هتسمعنا بقى موال. اسمه ايه الموال؟ يا من هواه. يا من هواه. طب يلا، انت عارف الكاميرا بتاعتك، بص عليها وطلع بقى الطاقة بتاعتك كلها كده وايه، وعايزك يعني فنان واقف على المسرح بس فنان صغير. يلا اتفضل. يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، واصلتني حتى ملكت حوشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني. الهجر من بعد الوصال قطيعة، فيا ليتك قبل الوصال قد أعلمتني، أنت الذي حلفتني وحلفت لي، وحلفت أنك لن تخون فخنتني، وحلفت أنك لن تميل مع الهوى. أين اليمين وأين ما عدتني؟ فلا أقودن على الطريق وأشتكي، وأقول مظلوم وأنت ظلمتني، ولا أدعون عليك في غساق الدجى، يبليك ربي يبليك ربي يبليك ربي مثلما أبليتني. يا من هواه أعزه وأذلني. الله، برافو عليك يا شادي. عايز اقول لك انت يعني عيشتنا حالة جميلة كده يعني اغنية أنا جميلة عاوز قوي أعرف حاجة واحساس واحدة حلو بس. قوي. انت فاهم الكلام اللي بتقوله؟ يعني ما ينفعش يبقى بغني أغنية مش ما هو فاهمها. اكيد بالاحساس ده لازم تكون فاهمها طبعا. يعني طبعا اغنية باحساس. وعايز اقول لك مين دربك طيب يا شادي على الاغنية الجميلة دي؟ في حد دربك كويس عليها؟ لا، هو أنا اللي اتدربت عليها من نفسي، يعني أنا قعدت سمعتها، كانت في برنامج جميل. سمعتها فعجبتني، فعلا. فأنا قعدت أتدرب عليها كتير. يعني انت اللي دربت نفسك. مم. يعني مثلا انت بدأت تجيب الاغنية وتشغلها اكتر من مرة، وبدأت ان انت تطلع صوتك كده، تعلي صوتك وتنزل صوتك، حاجات طبعا انا مش فاهم في الموسيقى قوي، بس طبعا ده موجود في علم الغناء وعلم المزيكا، صح ولا لا؟ أهم حاجة في المزيكا إن أنا أعرف المقام اللي أنا بمشي عليه. المقامات، صح. انا دي اللي انا كنت عايز افتكرها، المقامات. في مقام مثلا تطلع فيه، وفي حاجات تنزل فيها، وفي حاجات في مقامات معروفة في الميوزك ذات نفسها. جميل. يعني في الموسيقى الشرقي في مقام النهاوند، النهاوند. يعني ده أغلب المطربين بيمشوا عليه. تمام. وفي مقام الحجاز اللي هو من الأغنية دي أنا مغنيها. جميل. وفي يعني مقامات كتيرة جدا، منهم يعني مقام الصبا. تمام. ده موال حزين جدا. يعني انت حابب الموضوع ده قوي يا شادي؟
طبعا. حابب يعني بتحاول ان انت تقرا في المقامات دي؟ يعني انت لسه سنك صغير، انت عندك كام سنه دلوقتي؟ داخل سنه كام؟ انا داخل تانية اعدادي. داخل تانية اعدادي. بس انت يعني قريت في الكلام ده كله وعرفت المقامات وعرفت انا امتى درست بتطلع؟ الكلام ده درسته كويس في المدرسه؟ في المدرسة وفي جانب المدرسة برضه. طب يعني مثلا اقدر اقول ان مدرس المدرسه نفسه بيساعدك ان انت تقدر ان انت تدرس الحاجات دي وتنمي الموهبه بتاعتك ولا ايه؟ طبعا يعني انا مدرسين كتير عندي ساعدوني كتير في الموضوع ده، وقفوا معاك وساعدوك وقفوا معايا. فعلا. طب بابا وماما بقى عملوا معاك ايه؟ هل لما قلت لهم انا عايز اغني وانا صوتي حلو كده وسمعوك شجعوك ولا اتخانقوا معاك وجري وراك؟ ها؟ هو انا ما قلت لهمش اساسا ان انا بغني. انا كنت قاعد في الاول، انا اساسا اول حاجه انا عملتها ان انا كنت برقص بوب مايكل جاكسون. بتعمل ايه؟ برقص بوب مايكل جاكسون. تمام. فانا كنت قاعد من الاغاني بتاعته، قاعد بدندن الاغاني، فلقيت ماما جايه سمعتني وهي قاعده، فقعدت تقول لي ايه، قالت لي لا غني الاغنيه على بعضها. فانا غنيتها، قالت لي ايه، استثمر صوتك في الكلام العربي، في الحاجات الأغاني العربيه العربي. مش في الاجنبي. تمام. فانا قلت لها ايه بس يا ماما انا يعني مش حاسه ان انا صوتي حلو. جميل. قالت لي لا انت صوتك حلو وفي عرب حلوه جدا تقدر انك تستثمرها في اللغه العربيه والغناء العربي. تمام. فانا قلت لها ماشي. ففضلت ان انا بقى ورا الاغاني. يعني الفكره ماما ادتها لك خلاص، يعني زرعت جواك الفكره وبدات ان انت تشتغل عليها. لا ده انا صوتي ممكن يكون كويس، ممكن اجيب اغاني مثلا واقولها بشكل كويس، ممكن اجيب قصائد واقولها بطريقه كويسه. ايوه تمام. وفي المدرسه كمان بيشجعوك يا شادي؟ طبعا، لان برضو اثر المدرسين برضو عليا بيبقى كبير جدا. الاستاذ محمد الكلام نفسه اللي هو بيقوله تقيل، يعني اغنيه او مثلا قصيده زي دي او موال زي ده، كلمات نفسها على طالب لسه داخل تاني اعدادي، طبعا كلمات انا حاسس ان هي تقيله. هل ده راجع ان هو بيحب اللغه العربيه وبيحب الغناء ولا ايه؟ اكيد طبعا، وزي ما بقول لحضرتك احنا ابنائنا كنز، لازم اللي احنا نستثمر المواهب اللي موجوده عندنا في التعليم وغير التعليم. لكن موجود عندنا كلغه عربيه، هو طبعا المواهب او الصوت اللي موجود عنده لو قدر اللي هو يستثمره في الادب اللي موجود عندك، ويعرف النحو ويعرف التشكيل كويس عشان لما يغني مثلا او يقول موال او يقرا مثلا قران بشكل يا كويس أستاذ سميح، يقدر هو ان هو بيقول لحضرتك عرب، يعني هو وصل للمستوى ده مش هيعرف نحو ومش هيعرف يغني. يعني لا بس برضه خلي بالك استاذ محمد، يعني هو لسه داخل اولى تاني اعدادي، داخل تاني اعدادي برضه لسه ما دخلش في الحاجات القويه والقواعد النحويه اللي هي القويه جدا في تانية ثانوي وثالثه ثانوي واولى ثانوي والحاجات دي كلها. لا انا بتكلم دلوقتي على سنه. سنه لسه صغير. بالظبط كده. لكن فيما بعد في ثانوي هيبقى موجود عندنا ممارسه، زائد المدرسين اللي موجودين عنده بيشجعوه، وده باين على الموهبه بتاعته، باين ان والده ووالدته واقفين معاه وبيشجعوه طبعا. وده يا ريت بوجهها لكل اب وام تمام. كل اب وام بيعرضوا، كل اب وام الاثنين عشان البابا ما يزعلش، بيعرضوا ان يقفوا قصاد موهبه الابن اللي موجود. زي كان في برنامج من كام يوم تقريبا، فنان موجود، الفنان بيقول انا معايا هندسه، كليه هندسه، بس بيحب بالظبط. فالمذيعه بتقول له طيب ما اشتغلتش بشهادتك ليه؟ قال لها لا انا الشهاده واخدها عشان ارضي والدي. يعني انا ضيع وقتي ومستقبلي في مهنه انا مش حاببها، لما في حاجه اقدر ابدع فيها، اقدر ان انا طلع كل الطاقات بتاعتي، افيد نفسي وافيد بلدي. تمام. نرجع بقى لصفاء ونسالها سؤال بقى مهم جدا. بابا وماما كانوا بيساعدوكي ويشجعوك ان انت تروحي المدرسه وان انت تشاركي في الانشطه المدرسيه وان انت تستثمري الموهبه بتاعتك دي في الغنى وفي الانشطه المدرسيه؟ اكيد بجد والله تعبوا معايا جدا، يعني اللي هو كانوا بينزلوا الصبح عشان يبقى كتير وكده. اللي هو مثلا كان عندي بروفا قبل كده كنا رايحين نعملها في مهرجان الدمج، كان مهرجان كبير. تمام. يعني بابا صحي الساعة 5 عشان نقدر ننزل اساسا، فالموضوع اصلا بيبقى بالنسبة لهم، يعني هو صحي بدري الساعة 5 عشان عشان ينزلني. طبعا دي تحية لبابا الحقيقة، تحية لبابا ان هو يعني بيشجع صفاء ان هي تنمي الموهبة بتاعتها وان هي تشارك وان هي تتدرب. دي حاجة طبعا يعني مش ناس كتير خلي بالك بيعملوا الموضوع ده. وماما كمان والله تعبت معايا قوي، يعني لما باجي قبل حفلة قبل اي حاجة وكده،
يعني تقريبا كوبايه اليانسون ما بتتشالش من جنبي، لازم. الحاجات السخنه وكده. لازم كوبايه اليانسون. لا والله فعلا بتابع معايا جدا، وهي ما اقدرش اعمل حاجه من غيرها، اللي هي تنقي ستايل لبسي، اروح ازاي، شعري يبقى معمول ازاي، فاللي هو كمان تحيه لماما ان هي حاجة بتقدر كبيرة ان أوي. هي تشجع صفاء وتقف معاها. يعني كل اب وام فعلا انت لازم تبص كويس على ابنك وبنتك، ولازم تشوف هل الطالب ده او ابنك او بنتك ده عنده موهبه ولا لا. لو عنده موهبه شجعه، بس خلي بالك لازم يعني تنظم الوقت بتاعه عشان تقدر ان انت يعني توازن بين مذاكرته وان هو يكون متفوق. زي طبعا صفاء ما قالت لنا هي بتطلع من العشرة الاوائل، على الرغم من كده ان هي بتشارك في الانشطه المدرسيه وبتروح حفلات وبتتدرب، وصحت باباها من الساعه 5 عشان ينزل معاها في مره من المرات. فطبعا دي حاجه يعني لازم ناخد بالنا منها. طيب صفاء قولي لي بقى انت مجهزه لي ايه كمان هتسمعوا لنا النهارده، ويعني هتسمعي طبعا مشاهدينا الكرام وكل الناس اتفرجوا عليك النهارده بالورقه والقلم. بالورقه والقلم. يلا نسمع بالورقه والقلم. بصي بقى للكاميرا بتاعتك وطلعي كل الطاقه بتاعتك. بالورقه والقلم خدتيني 100 قلم، انا شفت فيكي مرمطه وعرفت مين اللي اتظلم. بالورقه والقلم خدتيني 100 قلم، انا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. ليه اللي جايلك اجنبي عارفة ليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب ولا اللي منك تقلبي. عارفة سعد العسل اهو ده اللي حالك ليه وصل، ازاي قوليلي مكملة وكل ده فيكي حصل. يا بلد ما عندها نفسها، يا كل حاجة وعكسها، ازاي وانا صبري انتهى لسه بشوف فيكي امل. ليه اللي جايلك اجنبي عارفة ليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب ولا اللي منك تقلبي. ترضاك وهي بتحضنك وهو ده اللي جننك. بلد ما تعرف لو سكنها ولا هي بتسكنك، بتسرقك وتسلفك، ظلمك وبرضه بتنصفك. ازاي وانا صبري انتهى لسه بشوف فيكي امل. برافو عليك يا صفاء، جميله جدا طبعا، اغنيه رائعه طبعا، وانتي طلعتي كل الاحاسيس والمشاعر اللي عندك في الاغنيه. يعني بجد ربنا يوفقك جدا جدا صفاء، ونشوفك فنانه عظيمه. وطبعا اخر فقره معانا بقى النهارده واخر جزء النهارده من حلقتنا هيكون مع شادي. وهتسمعنا ايه يا شادي بقى؟ جزء من أغنية أكدب عليك. جزء من اغنيه اكدب عليك. يلا اتفضل. صوت تكدب عليا. يلا اتفضل. عارف كان أجمل شيء في حياتي ايه يا حياتي، كان أجمل شيء إن انت كل حياتي. عارف كان أجمل شيء في حياتي ايه يا حياتي، كان أجمل شيء إن انت كل حياتي. توعدني أطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد. توعدني أطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد. ولك يا حبيبي سابقني هناك، والحب في ايد والدنيا
في ايد، والشمع يشوفني معاك يا حبيبي، من غير ما ايده لوحده يقيد. كانش جوانا علينا جديد، من غير ما ايده لوحده يقيد. كانش جوانا علينا جديد، من غير ما ايده لوحده يقيد. شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه، واختار لي بر وانا ارسى عليه. شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه، واختار لي بر وانا ارسى عليه. انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟ قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي، قول يا حبيبي قول، قول 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 يا حبيبي. برافو عليك، برافو عليك شادي. اغنيه جميله جدا جدا. بتمنى لك ان شاء الله تكون فنان كبير جدا في المستقبل. وانت كمان يا صفاء بتمنى لك ان شاء الله تكوني فنانه كبيره. ولازم طبعا اي فنان في الدنيا بينجح وبيتفوق وبيوصل للعالميه بتشجيع طبعا من بابا وماما، وقبلهم طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. بشكركم جدا على وجودكم انتوا الاثنين معايا. شكرا يا صفاء. شكرا ليك يا حبيبتي، وشكرا يا شادي. وطبعا قبل ما نختم بشكر طبعا استاذ محمد كمال على وجوده النهارده. شكرا جزيلا استاذ محمد، ونتمنى ان شاء الله نشوف حضرتك معانا في حلقه جايه ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، بشكركم جدا على يعني مشاهدتكم للبرنامج الجميل. وكمان النهارده كان معانا مواهب جميله قوي. كان معانا عبد الله، وكان معانا بيكاسو العرب محمد مجدي، وكان معانا طبعا صفاء شريف، ومعانا كمان شادي. طبعا مواهب جميله جدا. وفي يعني عايز اقول لكم مئات والاف المواهب اللي موجوده. كلمونا على تليفون البرنامج او كلمونا على تليفون القناه وقول لي موهبتك ايه، وان شاء الله نكلمك وتكون معانا في حلقه من الحلقات. نشوفكم ان شاء الله الحلقه القادمه، والى اللقاء. مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي برنامج في بيتنا مدرسة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتميزة من حلقة المواهب في مدرستكم أو في برنامجكم في بيتنا مدرسة. طبعا في البداية عايز أرحب بضيوفي الكرام النهاردة الأستاذ محمد كمال، خبير بإحدى المدارس الخاصة. أهلا بيك أستاذ محمد. اهلا وسهلا. وطبعا معانا النهاردة مواهب جميلة جدا. معانا عبد الله. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله. وطبعا عبد الله موهبه بتاعته الشعر، ومجهز لنا طبعا حاجات جميله جدا النهارده هيتكلم عنها. وكمان بنرحب بمحمد مجدي. اهلا بيك يا محمد. اهلا بك يا فندم. عامل ايه، اخبارك ايه؟ تمام. وطبعا محمد النهارده عنده موهبه جميله وموهبه الرسم. صراحه رسمه جميل جدا جدا. ولما بعت لي الرسومات بتاعته على النت انا قلت لا، لازم يجي ولازم يشارك معانا النهارده. موضوع حلقتنا مهم جدا. هو بيتكلم عن الانشطه المدرسيه واكتشاف المواهب وتنميتها. طبعا الانشطه المدرسيه دي حاجه قويه جدا، وحاجه بتهتم بيها الدوله دلوقتي، وبتهتم بيها وزاره التربيه والتعليم اكتر واكتر، لان طبعا دي اساس لكل الموهوبين واكتشاف الموهوبين في كل المدارس. عايز اقول لكم كمان ان الانشطه المدرسيه بتعالج مشاكل كتير قوي قوي في التربيه والتعليم. زي اهمها طبعا هو هروب الطلبه من المدارس وعدم انجذابهم للتعليم او عدم انجذابهم للمدرسه. بالعكس الانشطه المدرسيه بتقدر ان هي ترجع الطلاب مره تانية، خاصه طلاب المرحله الثانويه، بسبب طبعا ربط الانشطه دي بالمقررات الدراسيه. وده اللي احنا هنعرفه النهارده في حلقتنا مع خبير طبعا استاذ محمد كمال. اهلا بيك استاذ محمد مره تانية. اهلا وسهلا. طبعا استاذ محمد الانشطه المدرسيه دي كلمه بنسمعها كتير قوي، وفي مدارس عندنا كتير جدا في مصر. يعني عايز اقول لك نسبه كبيره جدا جدا من المدارس اللي موجوده في بلدنا تقدر ان هي بتهتم بالانشطه المدرسيه، ووزاره التربيه والتعليم كمان بتهتم بالانشطه المدرسيه. عايزين نعرف هو يعني ايه انشطه مدرسيه، وازاي في المدارس خاصه المدارس الخاصه ازاي ان هي بتهتم جدا بان هي يعني تنمي الموهوبين وان هي تشجعهم وتدخلهم مسابقات. هي طبعا الأنشطة هي موجودة عندنا بتبقى ليها أكتر من حاجة متعددة. زي مثلا موجود عندنا نشاط ثقافي، موجود عندك نشاط علمي، موجود عندنا نشاط رياضي، وبتبقى حسب هواية كل واحد موجود عندنا من أبنائنا. جميل. فالأنشطة
تعتبر اللي هي مش زي ما حضرتك قلت اللي هي مهمة بس، لا، دي الأنشطة ديت ممكن كمان تعالج الطالب نفسيا، جميل. ممكن اللي هي تبقى شيء. تمام. يعني حاجه مهمه يا استاذ كمال، أكيد طبعا. يعني حاجه مهمه في الطالب نفسه ولولي الامر كمان، ان الطالب ده مثلا بينمي الموهبه بتاعته، بيقدر ان هو يلاقي المكان اللي هو يطلع فيه كل الطاقات بتاعته. ده طبعا. لو حضرتك فاكر احنا الجيل بتاعنا يعتبر في الثمانينات والتسعينات كان موجود عندك طابور المدرسة هو جميع الأنشطة اللي موجودة عندك بتلاقيها فيه. تمام. يعني مثلا ممكن نلاقي الاذاعه، ممكن نلاقي المزيكا. الإذاعة تلاقي موجود عندك الجورنال مثلا اللي هو يطلع لك طالب يقرا لك الخبر اللي موجود خبر عندنا اليوم. انا فاكره انا خبر اليوم ده بالظبط. بتاع الاذاعه المدرسيه ده. طبعا. كنت بحب اعمله على فكره لما كنت مثلا اجيب جرايد الصبح لا، واخد خبر. وموهبة الغناء اللي بتبقى موجودة بالنسبة للطلبة. تمام. وتلاقي موجود عندنا كمان النشاط الرياضي. جميل. فللأسف ان موجود دلوقتي الطابور ده يعتبر اللي هو زمنه قل. مم. لكن الأنشطة بتاعته، يعني الطابور المدرسة بيعتبر من النماذج المهمة جدا اللي بتخلي الطلبة يشاركوا. يعني مثلا يشارك في الإذاعة المدرسية، يشارك مثلا في الموسيقى، تلاقي مثلا في نشيد بلادي، في مزيكا شغالة وناس بيغني، في كورال موجود، في زي ما حضرتك قلت من شوية الناس اللي بيطلعوا يقولوا أخبار اليوم الصبح أو كده يعني. طبعا. والأنشطة ديت هي اللي بتطلع لك المواهب اللي موجودة. احنا عندنا بعض الدول ديت اقتصادها هو مبني على المواهب اللي موجودة عندك. جميل. مثلا عندنا دولة زي اسبانيا. تمام. اسبانيا تعتبر معظم اقتصادها هي على النشاط الرياضي. جميل. فبالتالي طبعا فبالتالي الدوري الاسباني، انا بحب جدا الكوره والدوري الاسباني واللاعيبه اللي هم اللي بيلعبوا في البرتغال، صح كده؟ لا، وهم دلوقتي عاملين نظام زي مدرسة بيتبنوا الطالب من حسب السن اللي موجود عنده، 6 سنين 5 سنين، لغاية ما يبدأ الطالب دوت يتحول لحاجة استثمارية للبلد وتجيب فلوس للبلد طبعا مع معظم اقتصادهم. يعني معنى الكلام ده ان استاذ محمد ان النشاط نفسه، النشاط المدرسي دي حاجه مهمه جدا وبتهتموا بيها فعلا في المدارس. اكيد طبعا، ومش للطالب بس، زي ما بقول لحضرتك هي تعتبر اهم الدوله اللي احنا عايشين فيها. طبعا في علماء كتير جدا في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الاقتصاد وفي الاحياء، علماء كتير جدا كان الاساس بتاعهم هم اهتمامهم بالمواد دي وحب المدرسين ليهم، وان هم يحبوا المدرسين تحبهم فبيشجعوهم. يعني مثلا عالم زي مثلا احمد زويل، دكتور احمد زويل رحمه الله عليه، زي دكتور مجدي يعقوب، اكيد العلماء دول قدروا او ان هم كانوا متميزين في المواد العلميه، ولو كمان سبورت او مساعده من المدرسين بتوعهم. انا عاوز اقول لحضرتك ان مجالي اللي انا كملت فيه كتعليم او كملت فيه كمهنه بعدها، مجالي ده بسبب ان مدرس في اعدادي هو حببني فيه. ان المدرس ده كان مدرس نفس الماده. تمام. وبدا المدرس دوت اللي هو يحببنا فيه. جميل. فبالتالي بقى خدت الحاجه دي وبدات تشتغل عليها وبدات تحب العلم ده وبدات تتعامل معاه. لا، ومن الانشطه اللي بتبقى موجوده عندنا بحبب الطالب فيها، بتبقى مش مجرد اللي هي عمل، لا جميل. ده بتبقى هوايه. لو كل واحد فينا في البلد خد اللي هو يبقى بدل ما تبقى مهنه تبقى هوايه، هيبدع فيها. طبعا. مش نظام اللي هو شغل وانا عاوز اخلص وامشي، لا، وتذاكر عشان تنجح وتجيب درجات وخلاص، لا. واحنا بلدنا الجيل اللي موجود عندنا يعتبر ده جيل كنز، لازم نستفيد منه. أكيد. لازم نشجعه. أكيد. طب نشوف اول كنز من الكنوز الجميله اللي عندنا. معانا عبد الله بقى، يا ريت. وهو عايز اقول لك ان يعني من لما كلمنا وقال لنا انا عايز اشارك معاكم في الشعر. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس. بتحب الشعر يا عبد الله؟ بحب الشعر طبعا. بتألف شعر بقى ولا بتبدا ان انت تاخد مثلا انا استنى بس اسالك السؤال، انت مستعجل ليه قوي كده؟ يعني انت بتحب الشعر كده، بتحب الشعر، ولا انت مثلا بتألف، ولا بتبدا يعني بتألف حاجات بسيطه كده خفيفه؟ انا حاليا مثلا لما الاقي نفسي زهقان مثلا بقعد مع نفسي اجيب ورقه وقلم ومثلا ابيات شعر بسيطه. صاحبي مثلا مره الفت شعر في الفصل بتاعنا، مره الفت شعر للميس كده. وبعدين طبعا انا بحب يعني طبعا مش كده جدا طبعا. كمل. انا بدات في المشوار دوت من ساعه ما كنت في كيجي. كانت اللغه العربيه عندي حلوه، فخدوني عملت مسرحيتين في كيجي. وانت كنت صغير في كيجي؟ ساعتها كنت اول مسرحيه كنت بقرا فيها قران. انا كنت بحفظ قران، اهلي شجعوني ان انا احفظ قران، فبقيت اللغه العربيه عندي حلوه. ايه ده؟ يعني مثلا بابا وماما شجعوك ان انت تقرا قران وان انت ودوني مقرأة، ودوني الشيخ وحفظت قران. بس طبعا الدراسه جت بقت مواعيد المقرأة تختلف مع المدرسه.
بس انا بقيت ايه بحفظ قرآن حلو يعني. فخدوني اقرأ قرآن في مسرحية يعني كان اسمها الفراشة المغرورة. كانت فراشة بتحب نفسها ما بتحبش تلعب مع حد وكده، فانا بقرأ قرآن يعني ايه عن الحشرات وعن كده يعني حاجات دي ذكرت في جميل القرآن وكده يعني. تمام. ولما كبرت بقى في ميس بتاعة المكتبة اسمها ميس سهام بتاعة المكتبة. هي ايه خدتني لما لقيتني بحب اخش المكتبة واقرا كتب كتير وشعر وكده، خدتني طلعتني في اذاعة. ولما بدأت خدتني بقى وطلعتني تطلع الشعر بقى اللي عندك وتتكلم. بدأت بقى تخليني اقول المقدمة بتاعة الاذاعة في الطابور. فكلهم بقى ابتدوا ياخدوني يقولوا لي مثلا قول كذا قول كذا. لما لقوني كويس في الشعر ابتدوا يطلعوني كتير. طب انت مجهزين ايه بقى النهارده قلتي؟ انا مجهز يا جندي واقف على الحدود. يا جندي واقف على الحدود. طب يلا نسمع مشاهدينا الكرام اول قصيدة لعبد الله باغنية. القصيدة اسمها يا جندي واقف على الحدود. عايزك بقى تطلع كل الطاقات بتاعتك وتقولها بشكل قوي جدا وتبص الكاميرا بتاعتك وتقولها بشكل عايز اقول لك يعني ايه تخلي كل الناس المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهارده يسقفوا لك. يلا اتفضل. يا جندي واقف على الحدود، يا جندي واقف على الحدود 2000 تحية، يا حامي المجد مجد الجمهورية، صباعك فوق زناد البندقية ورجلك فوق رقاب الصهيونية، يا واقف مدفعك شامخ قصادك ترد الكلب لا ينجس بلادك، بتاج النصر هتتوج جهادك بفضل الله وبالروح الفتية، يا طاير في السماء وبغاية السعادة ومستني الإشارة من القيادة ترد الضربة 100 أو زيادة وترجع إسرائيل وش الأذية. برافو عليك يا عبد الله، برافو، يعني حاجة جميلة جدا جدا. ايه رأيك استاذ محمد في موهبة الإلقاء الشعر الجميلة دي؟ ده كنز من الكنوز اللي كنا بنتكلم فيها. يعني بسم الله ما شاء الله عليه، عنده حماس وعنده إرادة وبيقولها بطريقة جميلة جدا. اكيد طبعا، وليه مستقبل ان شاء الله كويس جدا. انت بتشارك بقى عبد الله في الإذاعة المدرسية وبتقول شعر وحاجات دي؟ بشارك كتير يعني. في ميس عندها في الفصل اللي هي بتدينا برضه اسمها ميس سام بس بتاعت لغة عربية مش بتاعت جميل. مكتبة. فهي لما بتدينا مثلا تجيب لي مثلا حاجات من المنهج، حاجات من اللي مقررة علينا، تألف لي حاجة تقول لك قولها يا عبد الله بطريقتك الجميلة تطلعني. تمام. وطبعا ايه قلت حاجة برضو كلمة للفريق عبد المنعم رياض. جميل. ودايما اطلع اقول مقدمات وقرآن وكده. انت عندك اصلا موهبة الإلقاء، ان انت بتحب تقول وبتحب تكون زي خطيب كده، او ان انت بتقدم برنامج، او يعني انت في يوم من الايام ان شاء الله كده تكون قاعد في مكاني كده وتقدم برنامج مثلا او كده، ايه رأيك؟ او ابقى شاعر يعني او تبقى شاعر يعني مش مشكلة. طبعا يعني عبد الله موهبة جميلة جدا جدا، ويعني انا شايف جواه كده هو بيقول الشعر بيقوله بطريقة جميلة قوي، بيقوله بإحساس قوي جدا جدا. وطبعا ده يعتبر من المواهب أو من الكنوز اللي موجودة عندنا في بلدنا. وبننتقل لموهبة تانية وهي موهبة الرسم. الرسم طبعا حاجة جميلة جدا، تقدر تعبر بيه عن كل اللي جواك. مبسوط بترسم، زعلان بترسم، حزين، فرحان، يعني عايز اقول لك لو انت حاسس بالفخر بترسم، حاجات كتير قوي. الرسم ده بتقدر تطلع كل الطاقات الابداعيه فيها. وطبعا انا النهارده جاي معايا النهارده محمد مجدي النشرتاوي، موهوب بالفطره. عايز اقول لكم داخل اولى ثانوي، والرسومات بتاعته لما تشوفها يعني تقول لي ده بيكاسو العرب، ده حد يعني مش عايز اقول لكم عامل ازاي. طبعا تعالوا نرحب بمحمد مجدي. اهلا بيك يا محمد. اهلا بك. عامل ايه؟ الحمد لله. محمد بقى جاي النهارده، انت جاي منين يا محمد؟ محافظه ايه؟ كفر الشيخ. يعني انت كنت حريص ان انت تيجي من محافظه كفر الشيخ عشان تيجي وتبين الموهبه بتاعتك دي للجمهور؟ ايوه. يعني ده حاجه جميله جدا. طيب طبعا مشاهدينا الكرام تعالوا بقى يعني ايه ندخل ونتعمق جوه محمد مجدي كده ونعرف مين بيشجعه وبيرسم ايه وازاي كده، يعني بياخد وقت في الرسم ولا بيرسم بسرعه. وطبعا هو مجهز لنا النهارده حاجات كتير قوي هنتفرج عليها حالا طبعا على الشاشه. بس خلينا اساله الاول، انت يعني الموهبه الرسم دي ظهرت عندك وانت عندك كام سنه يا محمد؟ ظهرت عندي وانا لسه عندي تقريبا حوالي 5 سنين. تمام، بس 5 سنين. بس ما كنتش بهتم بقى اللي هو الاهتمام زي دلوقتي. جميل. يعني رحت بقى اولى ابتدائي وبدات اشوف ناس بيرسموا وبدات اشوف حاجات حلوه كده ارسمها. وبعد كده بقى لقيت ان الرسم دي حاجه جميله جدا والواحد لازم
لازم يكون يعني مهتم بالرسم شويه. يطلع طاقته كلها في أيوة. الرسم طبعا. طلع تمام. احساسك. احساس استاذ محمد. يعني هو هنشوف رسوماته دلوقتي، حاجه جميله، حاجه رائعه. يعني انا لو اول ما شفتها اعجبت جدا جدا بالرسومات الجميله بتاعتك. طيب مين بقى كان بيشجعك يا محمد؟ والله كله، بابا وماما واخواتي اللي هم الصغيرين وعمامي وعيال خالي وكل يعني العيلة كلها. العيله كلها. اه عشان هم برضو ناس بتقدر الفن والحاجات دي، وبيحبوا الفن وبيحبوا الرسم. ايوه، فبتلاقي الحاجه عندهم حاجه حلوه بالنسبه لهم. طب انت تفتكر يا محمد اول رسمه انت رسمتها؟ تفتكرها اول رسمه كده رسمتها وجريت على بابا وماما وقلت لهم انا رسمت الرسمه دي، ايه رايكم فيها؟ ايوه فاكرها؟ ايوه. كانت رسمه ايه؟ كانت رسمه القدس. للقدس. ايوه طبعا ده رسمه جميله جدا جدا. طب عملت ايه؟ احكي لي بقى، احكي لي بقى. ها. شفتها على التلفزيون الاول، وبعد كده بدات ارسمها بالراحه، ورحت لبابا وماما وريت لهم الرسمه، قالوا جميل جدا ودي حياه يعني هتنفعك في المستقبل. وبعد كده بقى بدات ارسم حاجات تانية بقى يعني شجعوك تمام. المجال. ايوه. طب ايه رايك بقى، تعال نشوف كده الرسومات بتاعته. طبعا معانا استاذ محمد كمال، طبعا خبير الانشطه كمان بالمدرسه ومسؤول الانشطه بالمدرسه. تعال نتفرج كده على الرسومات بتاعتك وتحكي لنا بقى قصه كل رسمه من الرسومات دي. يعني مثلا دي رسمه ايه وعملتها ازاي وكده؟ دي رسمه طاووس. انا اول ما شفت الطاووس وهو واقف كده انا ذات نفسي الرسمه الصوره شدتني ان ارسمها. جميل. يعني جيت اول ما شفتها على طول جيت طلعت اجري جامد على الادوات. جبت ورقه وقلم وادواتك. جبت الادوات وبدات بقى ارسم فيها. بس الرسومات دي بتاخد وقت ودقه وشغل جامد. تمام. ويعني بس لازم تكون كده هادي وقاعد في مكان هادي. ايوه. اول برسم اقول لاخواتي بعد اذنكم اتفضلوا بره. بتطردهم بره. ايوه. اخواتك وبابا وماما؟ يا نهار ابيض، يعني بابا وماما بره يلا كله بره انا هرسم؟ لا. ولا بتعمل ايه؟ بقول لهم بعد اذنكم انا عايز ارسم. ايوه كده. ايوه. بيطلعوا وانا برسم براحتي. تقعد بقى في الاوضه تقفل على نفسك. راجل فنان. ايه؟ راجل فنان. تخيل ده داخل اولى ثانوي، يعني لسه عمره. طب نشوف رسمه ثانيه. احنا معانا رسومات ثانيه لمحمد مجدي. طبعا هو جايب لنا رسومات كتير جدا. يا رب الحلقه تكفي ونتفرج على كل الرسومات دي. ما تقلقش يا عبد الله، برضه هسمعك. في عندك قصيده شعر جميله قوي هسمعها منك دلوقتي. احنا معانا رسومات ثانيه، نشوف الرسومات اللي موجوده دي. طبعا رسمه الدجاجه. يعني احكي لي، ببص بقى انا عاجبني قوي دقه الالوان والرسومات. هي الرسومات بتبقى مش بحاجه واحده بس، يعني بتبقى باقلام جاف وادوات فايبر كاستل، ويعني حاجات خامات نظيفه. جميل. ده كله يعني بابا جابها لي من هنا. بابا جاب لك الحاجات دي كلها وبدات تشتغل، يعني جابها لك من القاهره. ايوه. يعني بابا بيساعدك وبيجيب لك الوان كويسه وبيجيب لك. الحمد لله ما قصرش معايا في حاجه خالص. انت ليك هديه معايا، خلي بالك انا هجيب لك هديه، علبه الوان هتعجبك جدا جدا. دي هديه مني ليك ان شاء الله. طيب احنا معانا حاجه ثانيه كمان. طبعا دي رسمه جميله قوي للحصان. دي رسمه للحصان ديت اخدتها كتحدي بيني وبين اصدقائي. بينك وبين اصدقائك؟ قالوا لي مش هتعرف ترسمها، دي صعبه عليك. قلت له لا ان شاء الله ارسمها وهعملها. طلعت زي ما انت حضراتكم شايفين. انا شفت الرسمه دي، انت قلت لي ان هي موجوده في، يعني ظهرت في جورنان من الجرايد. ايوه ظهرت في جورنان وفعلا اتكلموا عن الموهبه بتاعتك. ايوه. طيب تمام. يعني دي طبعا تفاصيل جميله جدا. استاذ محمد حضرتك شايف تفاصيل الرسم عامله ازاي وطبعا ده يعني مشروع فنان موهوب فعلا. اكيد طبعا. انت بدات ترسم من امتى؟ بدات ارسم من حوالي 4 ابتدائي. من 4 ابتدائي؟ كرسم جد من 4 ابتدائي. من 4 ابتدائي. لكن اولى كنت لسه برضو بتعلم. لسه بتتعلم. أيوة. طيب احنا معانا كمان رسومات. طبعا دي صوره رائعه لشمبانزي. ايوه مظبوط. طب انا حاسه ان هي دي بالوان عاديه ولا لا دي بالوان جاف. قلم ازرق وقلم اسود. فعلا يعني انت راسمها كلها بقلم اسود. ايوه. طب يعني انت جات لك ازاي الفكره دي؟ شفت صوره مثلا فرسمتها ولا عملت ايه؟ لا شفت صوره قرد قاعد كده حقيقي. شفته حقيقي؟ أيوة. كانت في رحله يعني ولا كانت ايه؟ لا صوره يعني. أيوة. وبدات ان انت تجيب القلم وخدت منك وقت كتير الصوره دي؟ يعني حوالي 8 ساعات. 8 ساعات؟ أيوة. بتاخد راحه بقى ولا بتبقى 8 ساعات على طول كده؟ لا يعني هي حسب النفسيه برضه.
حسب النفسيه. أيوة. طب يعني رساله لبابا وماما، يعني الراجل ده فنان جدا، عايز اقول لكم لازم توفروا له الظروف اللازمه واللي هي يعني طلعوا كل الطاقات والابداعات اللي موجوده عنده. لا هم الحمد لله يعني مش مقصرين في حاجه خالص. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني انا يعني فعلا انا بوجه لهم كل التحيه. ودي صوره جميله قوي. مين بقى الصوره الجميله دي انت راسم فيها اشخاص؟ دي انا رسم فيها كان شخص وقع على وشه ميه، كنت بجرب رسمة المية عاملة ازاي وكده، بس يعني الحمد لله طلعت حلوة برضه. انت متميز كمان في رسم اللي هي الفيسز او الوشوش بتاعت الناس. ايوه، ما يعني دي انا تخصصت في المجال ده فعلا. أيوة. اللي هي رسوم الوش بتاع الناس. مم. هبعت لك صوره ترسمها لي ممكن؟ ان شاء الله بإذن بجد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. اوعى تنسى، هبعت لك صوره ترسمها لي. تمام. حاضر. طبعا استاذ محمد باين قوي من الرسومات ان هو شخص موهوب فعلا، وبابا وماما فعلا بيشجعوه بيساعدوه بينموا الموهبه اللي عنده دي. موهبتك بتأثر عليك على مذاكرتك؟ لا، هي انا لما بذاكر في وقته ووقت التاني برضه بخصصه للرسم. يعني برسم من اول الساعة 1 لغاية اذان الفجر مثلا، تمام. بخش انام، وبالليل بالنهار بروح دروسي واجي اذاكر شوية وارسم. يعني انت منظم وقتك كل ايوه منظم وقت الحمد لله. يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا فعلا انت مشروع فنان موهوب. حتى انا لما قلت عليك بيكاسو العرب ده اكيد اكيد يعني. طبعا دي طب تعال نشوف التفاصيل الصوره دي. انا بصراحه لما وقفت قدام الصوره دي وعجبتني قوي، قعدت افكر في تفاصيلها عامله ازاي. لقيتك انت ابدعت فعلا فيها يا محمد. ايوه، دي بقلم جف ازرق واحد، ما فيش اي حاجه. قلم واحد بس ازرق؟ ايوه. قدرت ان انت تصور تعمل الصوره دي؟ قلم جاف عادي؟ ايوه. قلم جاف بيك، اللي هو القلم البيك أيوة العادي ده عادي. اللي انت ورسمت الصوره الجميله دي. ايوه. لا لا يعني بسم الله ما شاء الله عليها، حاجه رائعه رائعه يعني. طبعا يعني ده بيعتبر من النماذج الجميله الموهوبين. طالب في ثالثه اعدادي داخل اولى ثانوي بيرسم الرسومات دي بقاله كام سنه. طبعا دي حاجه عظيمه جدا جدا، وحاجه يعني لازم كل الناس المسؤولين عن التربيه الفنيه والناس اللي هم اكتشاف المواهب والناس اللي هم مسؤولين فعلا عن الفن في مصر لازم ياخدوا بالهم من المواهب دي، ولازم ياخدوا بالهم من محمد مجدي نشرتاوي طبعا ابن محافظة كفر الشيخ. وهرجع مرة تانية بقى لعبد الله وموهبة الشعر. انت مجهز لنا ايه كمان يا عبد الله؟ انا مجهز آهن يا امي. آهن يا امي. بس قبل ما نتكلم عن القصيدة دي وآهن يا امي، عايز اقول لك ماما كانت بتساعدك في البيت وبتشجعك ولا لا؟ هي طبعا اول ما عرفت الخبر ان انا اطلع في البرنامج طبعا فرحت جدا، وقالت لي ماشي بس ايه انت تحضر حاجه حلوه كده عشان لما تطلع في البرنامج يعني الناس تشوفك بشكل حلو. جميل. هي بقى بتشجعك ان انت تقول الشعر ولا هي وبابا والمدرسين وكل الناس اللي في المدرسه. ميس نهاد بتاعت ميس نهاد اللغه العربيه؟ لا مش ميس نهاد باللغه العربيه، ميس نهاد ديت اللي هي بتاعت النظره بتاعت نظره المدرسه. تمام. وميس امل جورج برضو اللي هي مديره المدرسه. كل الناس وقفوا معاك وشجعوك طبعا. بس اكترهم بقى اللي هي ميس سام بتاعت اللغه العربيه وميس سام بتاعت المكتبه، وطبعا بعد بابا وابويا. بتبقى حابب ان انت يا عبد الله تروح المدرسه علشان في انشطه مدرسيه في المدرسه بتطلع مواهبك؟ طبعا يعني انا النشاط المفضل ليا في المدرسه هي المكتبه، لان انا اروح هناك لما الميس شافت ان انا يعني بحب اقرا وموهوب وكده. المفروض احنا بنعمل كارنيهات من سنه 6، كان المكتبه ان انا اروح اجر الكتاب، هي عملته لي من سنه 4. جميل، حلو قوي. ان انا عشان تروح المكتبه، اروح المكتبه واقرا تشجيع للموهبه. يعني استاذ محمد فعلا في المدارس، يعني لما في المدارس كمان المدارس الخاصه بيكون في اهتمام اكتر كمان بالطلبه انهم يروحوا المكتبه والحاجات دي. المدرس هو اللي ممكن يزرع الموهبه داخل الطالب. جميل. انت الطالب بيروح كيجي من سن كام؟ من سن 4 سنين تقريبا. صغير جدا. تمام. طب لو المدرس اللي موجود او اللي موجودين مسؤولين عن المدرسه هم اهتموا عن الانشطه اللي موجوده عندك، تمام، بتلاقي ان بيتزرع هوايه داخل كل واحد موجود. طب لو الاب والاهل في البيت نموا الكلام ده زي ما محمد قال، زي محمد مجدي، مظبوط بالظبط، ان عنده اهله بيشجعوه، هتلاقي ان موجود عندنا 1000 محمد مجدي في البلد فعلا. وده اللي احنا بنتمناه، وده هدف الانشطه المدرسيه في المدارس. اكيد طبعا. يعني لو قدامك موهبه زي عبد الله كده تشجعها يا استاذ محمد اتبناها، وتخلي المدرسين تخلي المدرسين يهتموا بيه في المدرسه ويوفروا له كل الامكانيات، وده فعلا اللي بيتم في المدرسه. جميل. عبد الله بقى قول لي انت قلت لي من شويه ان انت مجهز اغنيه او قصيده آهن يا امي.
يلا بقى طلع كل الطاقات بتاعتك وبص للكاميرا بقى بتاعتك كده وايه، وقولها يعني باحساس. يلا عبد الله. عاوزين نعيط يا عبد الله. احساس قوي. ها يلا عبد الله. أنا قطعة من جسدها ونبض من فؤادها، أنا لا أكون لولاها، والله ولا أنعم بالحياة بلاها. أنا سر وجودي كيانها، وتوفيقي يكون بدعائها. أمي أمي يا بسمة ثغري وفرحة عيني، يا باقة زهري وقصيدة شعري. آه يا أمي، آه يا أمي، كم عانيت، كم شقيت، كم تألمت، وكم ضحيت. أركع لك حبا، أركع لك حبا، وأقبل يديك عشقا، أطلب رضاك دوما، وأصلي لأجلك عمرا، وأصلي لأجلك عمرا. برافو عبد الله. يعني سامحيني يا نبع الحنان، فأنا عاجز عن الكلام. برافو عبد الله. ممكن يعني عايز اقول لكم عبد الله، انت لما سكت انا افتكرتك ان انت خلصت. لا. عشان كده تلاقيني بقول لك ايه برافو عبد الله، لقيتك لسه هتقول، فده يعني ايه اداني احساس ان انت خلصت، ولكن يعني سكوتك وانك تطلع مره واحده كده تطلع كل الطاقه بتاعتك وتطلع العواطف والاحاسيس. طبعا انا بصراحه هو يعني ضحك عليا. هو احساسه ضحك يعيشك عليا في الخيال. انا قلت هو خلص طبعا. خلاص، لقيته مره واحده طلع بامي. فطبعا يعني الولد ده موهوب جدا، بسم الله ما شاء الله عليه. عبد الله لازم مدرسين ياخدوا بالهم منك اكتر واكتر واكتر. وقول حبيبي. هما فعلا واخدين بالهم مني جدا. يعني انا لما بطلع في الاذاعه ده فعلا ما بيأثرش على دراستي، بالعكس ده بيخليني احسن، لان المدرسين بيشوفوني طالع ومتفوق وكده فياخدوا بالهم مني، وبيحبوا ان هما يخلوني احسن. فعشان كده انا متفوق الحمد لله دراسيا. الحمد لله. انا مبسوط جدا جدا بيك يا عبد الله، وانا متاكد ان شاء الله ان انت في المستقبل هتخش كليه انت بتحبها، وكمان الكليه دي تكون بتنمي المواهب بتاعتك. طيب نرجع بقى تاني مره تانيه لمحمد مجدي، و زي ما قلت لكم من شويه انا اطلقت عليه خلاص بيكاسو العرب، لان هو ان شاء الله هيكون حاجه عظيمه جدا جدا في المستقبل. وهقول له بقى حاجه مهمه. هو قال لي طبعا قبل الحلقه ان هو جاي من كفر الشيخ، وطبعا دي بلد زراعيه من الدرجه الاولى، وطبعا الجو هناك جميل جدا وهادي، وفي طبيعه خلابه واراضي زراعيه وحاجات كتيره قوي 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 حلوه. طيب قول لي بقى يا محمد، قول لي هل انت ممكن في يوم تاخد الورقه بتاعتك ومثلا والكراسه بتاعت الرسم والالوان وتطلع في مكان واسع تبدا ان انت ترسم فيه وتبدا تطلع كل الطاقات بتاعتك؟ اكيد، ده حياة يعني لوحدك وهدوء وطبيعة، و يعني حياة هادية برضو بتخليك تطلع احساس الفن اللي جواك. يعني ممكن تقعد كده مثلا قدام حقول زراعيه مثلا وتقعد ترسم الحقل أيوة. والنباتات والحيوانات وبعض أيوة. الناس اللي ماشيين والكلام ده؟ ايوه. طيب قول لي بقى مين بقى بيشجعك في المدرسه، وفي مدرسين في المدرسه بيشجعوك ولا لا؟ ايوه اكيد كلهم. فعلا في مدرسين بيقفوا معاك وبيشجعوك؟ ايوه هما كلهم بيشجعوني يعني بيهتموا بيا، وممكن يدخلوني مسابقات وجوائز وحاجات من دي. حاجات جميله طبعا. طب احنا معانا رسومات تانية، تعالوا نتفرج عليها كده لمحمد. طبعا دي صوره لشخصيه مشهوره جدا. أيوة. اللي هو صاحبي بتحب طبعا حاجات الكوميكس، الحاجات اللي هي أيوة مش كده. طيب في صور كمان معانا لمحمد مجدي نشرتاوي، طبعا بتبين الموهبه بتاعته. تعالوا نشوفها مع بعض تاني. دي صورة راجل عجوز عجبتني جدا أول ما شفتها وجذبتني إني أرسمها، فأخدت الورقة والقلم ورسمت وبدأت أشتغل فيها. الرسمة دي أخدت مني حوالي 8 ساعات.
طبعا انا شايف ان في يعني تفاصيل الصوره وتجاعيد طبعا دي صوره راجل ولا ست؟ انا مش باينه قوي لا، من راجل. كتر التجاعيد اللي موجوده. طبعا راجل. ايوه. يعني شفت حاجه، يعني بص يا استاذ محمد، لو خدت بالك من قفله العين مع التجاعيد اللي تحت العين والموجوده في الراس من فوق، بتبين فعلا قد ايه محمد بيهتم جدا برسمه الدقه وبتفاصيله. طبعا اللي لازم موجوده عنده. التفاصيل والدقة، فهي اللي بتبين الرسمة وهي اللي بتخليك متميز في المجال اللي انت فيه. وبتحب الوان ايه بقى؟ يعني في الوان معينه انت بتحبها ودايما بتخليها هي دي الالوان اللي دايما بتكون موجوده في الرسومات بتاعتك؟ ايوه اكيد. فانا بهتم هي الالوان اللي بتظهر الرسمة. جميل. يعني ما ينفعش اجيب لون ما يمشيش مع الرسمة. مظبوط. لازم تظبط تمام. الرسمة مع الالوان. يعني ما ينفعش ارسم مثلا اهرامات بلون اخضر، لا ما ينفعش. صح ولا لا؟ أيوة. بس في لون انت بتحبه. ايوه. ايه بقى؟ قول لنا بقى عليه. اللي هو اللون الاصفر بحبه جامد، واللون الاحمر برضو بحبه، بحب اظهره مثلا في الحاجات اللي انا بعملها من دماغي والحاجات دي. انت لما بتوريني صوره برسمه القلم الازرق الجاف اللي احنا بنكتب بيه، انا بستغرب بصراحه. يعني دي صوره واحده ست برضو ايوه. انت رسمتها بالقلم الازرق، باينه أيوة، قوي مش كده؟ طب دي برضو انت اهتميت بتفاصيلها. ايوه لازم تكون التفاصيل باينه عشان تظهر هي الرسمه. الرسمه. ايوه. تمام. طب انت شفت الصوره دي حقيقيه فبدات ترسمها، ولا جبت حد مثلا كده قلت له تعالى لو سمحت اقعد قدامي كده وتبدا ان انت بالقلم لو سمحت بس دقيقتين كده هرسمك، ولا عملت ايه بالظبط يا محمد؟ احكي لي كده. كانت صوره ابيض واسود، انا بقى حولتها لجاف. حولتها لابيض وازرق. لا بس عايز اقول لك انك تسيب القلم الرصاص وتمسك القلم الجاف. يعني قلم الرصاص ممكن لو يعني اخطأت في حاجه بتمسحها قبل ما تلون، لكن كون ان انت تمسك القلم الازرق ده ثقه كبيره انك تمسك. متمرس. هو فنان متمرس طبعا. فعلا، ويقدر ان هو يعني بيرسم بالقلم الازرق. مفيش مجال طبعا ان انت طبعا تخطئ يعني. طبعا دي صوره ايه كمان يا محمد؟ قول لنا بقى. دي صوره الكلب. لكلب. ايوه. تمام. الصوره ديت انا اول ما شفتها عجبتني برضو، وبعد كده بقى جبت اللي هو الالوان بتاعتي ورسمتها. وبدات ترسم الصوره. اخذت مني حوالي 6 ساعات. 6 ساعات؟ انت بتتكلم في ارقام كبيره. 6 ساعات، 8 ساعات، 5 ساعات، 10 ساعات. خلي بالك انا ايام ثانوي كنت مثلا برسم الرسمه كلها في ربع ساعه ولا نص ساعه. يعني انت عارف الحاجات اللي هي أيوة. اي حاجه كده يعني. أيوة. لكن انت فعلا بتهتم بتفاصيل الرسمه نفسها. ايوه، ما هو ده اللي بيخلي الرسمه تظهر انها حقيقيه. تمام. ده اللي هو الاحساس الفنانين يعني. جميل. حاجه كده بتظهر الرسمه، تخلي عندك دقه في الالوان، حاجه كده. شفت الثقه استاذ محمد اللي عنده؟ يعني هو عنده ثقه بنفسه جامد قوي وفي شغله، وبيحترم جدا شغله. لا وكمان هو ممكن مهارته ديت يستغلها في دراسته. طب ازاي يا استاذ محمد؟ يعني موجود عنده مثلا. طب نشوف الصوره دي. طبعا صوره الفنان العظيم طبعا سمير غانم. ودي صوره جميله. انت بتحب سمير غانم طبعا، الفنان سمير غانم الجميل. انت جبت صوره بقى ليه كده وقعدت ترسم التفاصيل بتاعته. ايوه. طبعا دي صوره لازم توصل طبعا للفنان الكبير سمير غانم، ويشوف الرسمه الجميله اللي محمد مجدي طبعا راسمها له، ومهتم جدا برسمه طبعا. ايوه مهتم برسمه عشان يعني حسيت اللي هو فنان جميل وحاجه، فعجبتني الصوره بتاعته جيت رسمتها. فبدات ان انت ترسمها له. ايوه. اوعى تنسى ترسم لي صوره. هبعت لك الصوره. ايه رايك استاذ محمد في الصوره اللي فاتت دي؟ بصراحه هو فنان. يعني صوره جميله طبعا. اكيد طبعا. تفاصيل الصوره نفسها هو بيهتم جدا. اكتر حاجه عجباني فيه اللي هي تفاصيل الصوره نفسها. وعشان كده انا بقول لحضرتك اللي هو ممكن يستغل ده في دراسته. طب ازاي يا استاذ محمد؟ لازم بقى نقف عند النقطه دي وحضرتك تشرحها لنا. انت ازاي سنه يهتم كام؟ بالحاجه رايح زي سنه كده؟ كام؟ داخل اولى ثانوي ان شاء الله. هو داخل اولى ان ثانوي. شاء الله. اولى ثانوي معناها اللي هو موجود عنده فيزياء، كيمياء، احياء، تمام. جغرافيا، تاريخ. تمام. تاريخ. وده بيبقى موجود فيه بعض الرسومات اللي هي الشخصيات اللي كانت موجوده عندنا في العصور القديمه. جميل. موجود عنده الجغرافيا، وطبعا حضرتك اضرب الكلام ده. طبعا الخرائط اللي موجوده طبعا. عندنا، الخرائط الطبيعيه والسياسيه والحاجات دي طبعا. طبعا، والحديث والقديم وكذلك. موجود عنده في الاحياء نفس الكلام. بيستغل العملي، بيستغل في الفيزياء والكيمياء والاحياء اللي هي العلوم عامه، المواد العمليه ديت في ده يقدر اللي هو عن طريق مهارته يقدر اللي هو يتفوق في دراسته. يعني نقدر نربط المقررات الدراسيه بالانشطه المدرسيه. اكيد طبعا. طب انا عايز اقول لك على مفاجاه محمد قالها لي، ودي يمكن هنختم الفقره بتاعته بيها، ان هو بيرسم بالقهوه.
مش عارف ازاي. يعني محمد ممكن تقول لنا بسرعه ازاي بترسم بالقهوه؟ يعني انا شفت رسمه زي كده للقدس كانت جميله قوي. ايوه، بجيب القهوه بعملها كأنك بتشربها، بس بخليها تقيله شويه عشان تجيب درجات الغامق والفاتح والحاجات دي. جميل. وبرسم بها زي الالوان وبتبدا عادي. ترسم بيها فعلا؟ ايوه. يعني بتاخدها مثلا بصباعك ولا بتاخدها بريشه ولا لا، بالفرشه. بفرشه زي كأني برسم بالوان. تمام. بتبدا ان انت تاخدها كده بفرشه وتبدا يعني ان انت بتستخدمها كالوان. ايوه، بستخدمها كالوان. تمام. طبعا انا بشكرك جدا محمد مجدي، بشكرك جدا. انا بتمنى لك طبعا ان انت تكون فنان موهوب باذن الله. طبعا انت فنان اصلا، بس انا عايز طبعا ان انت تكون اقوى واقوى وتمرن نفسك اكتر وتهتم اكتر بنفسك. وطبعا ده نداء لبابا وماما لمحمد ان هو يهتموا بيه ويهتموا بالفن بتاعه ويشجعوه ويقدروا ان هم يوصلوه يبقى فعلا زي ما قلت له هو بيكاسو العرب. بشكر جدا طبعا عبد الله، بشكرك جدا عبد الله. وكمان انا بتمنى لك ان شاء الله تكون حاجه قويه جدا في المستقبل ان شاء الله، وتنمي نفسك، تهتم باللغه العربيه. حاضر. تمام. وانت تهتم بالتربيه الفنيه ان شاء الله. تمام. طبعا مشاهدينا الكرام كان معانا موهبتين، معانا عبد الله طبعا شعر والقاء وحاجات جميله جدا، ومعانا بيكاسو العرب طبعا وهو محمد مجدي النشرتاوي ابن كفر الشيخ. نشوفكم ان شاء الله بعد الفاصل. هنطلع فاصل سريع ونرجع لكم مره ثانيه مكملين حلقتنا مع الاستاذ محمد كمان ان شاء الله.